هنا أنا اللي يسألني شلون نطلع مثلا الصاج كلمعة وكقوية. شوف احنا سابقا كنا بالايام يعني السابقة يدرون بعض الصباغين من نشتغل سحق دملوك، لكن هسه سبيرتو تعرفون قام يجي ايراني مو العراقي الاول مالتنا، حتى من تسحق يطلع فد شي حلو. قمنا نستخدم اخر شي الرش، يعني طبعا بعد السحب كل ما تسحب اكثر، مثلا سلر كل ما تسحب اكثر 3 قوط 4 قوط راح يخف عندك بالتشبيع بالسبيرتو، ما راح يصرف عندك سبيرتو. تمام. شوف هسه هنا اشوف بيها، احنا ما سويناها فد لمعه قويه او فد شيء، فراح تشوف بيها بعض الملاحظات. يعني اذا واضحه قدامكم راح تشوف ما بيها لمعه. هسه احنا هنا اللي تحتاجها باللمعه انت مالتك ضروري اول شيء ساحبه يكون، حتى لو ما عندك مكان لكن لازم تكون ساحبه اثناء الرش. من تخلص رش راح تحطهم بمكان يكون نظيف، اذا بي ساحبه بعيده عليك حتى تسحب البوق ما بوق هالامور. تمام. حتى ما يصير يكون صافيه، اذا عندك جملون صفط على الجملون وهكذا. هسه احنا بعد التشبيع وراها راح نجي بالرش. ملاحظة، من تريد تفرغه بدبات مال ثنر، طبعا بعد ما تخبطه انت وتكمله راح تستخدم من هذا الفلتر. الفلتر تحطه بمعقان وتصفيه حتى هذا يطلع صافي، يعني مو مثل قبل بالسطلة، حتى يطلع الشغل نظيف. اذا استخدمت هذا الفلتر ومعقان راح تعبيه هنا راح يصير بالدبات مباشرة للرش المسدس، وهذا تنعمه بعد المعالجة وساحبه عندك، فانت شغلك هنا 100%. هنا طبعا تنعمه، شوف نعمه من الشوائب كليته حتى يصير شغلك نظيف، تسحب وصله رتب امورك. المهم ما بي اي خشونه، يبقى ناعم. تمام. حتى يطلع شغلك نظيف. هنا عندك شوف يعني لما تبدي عيار المسدس هنا اول ما تبدي تتاكد من المسدس طبعا هواء حتى يتنظف خاطئ وغبره قبل الرش، بعدين رش. شوف تاخذ قرارات. هنا مثل الخياط تمشي، تريد رشتين تريد رشتين، هو يقفل يعني على المواد اللي يستخدمها يقفل رشتين. تيجي هسه تاخذ عرض طول بعدين عرض او نفس الشيء، بس هيك تصير مثل الخياط مثل الشغله. هاي هنا عندنا خرب عليه. هنا نتيجة واضحة، إذا شوف شلون نعومه شلون شي مرتب. طبعا كما وضحنا احنا بالفيديوهات بالرش قلنا تمشي بيها مثل الخياط. شوف هاي اللمعة هاي وجهين، طبعا هاي رشتين، اذا 3 رشات تصير يعني اقوى. هذا هسه رشتين بعض الطريقات اللي ذكرناها. هاي هنا رشة واحدة، هاي صفحة تختل. هاي الابواب نفس ما شرحناها، هذا السلايد مالته قلنا مثل الخياط، تروح هيج عرض تجي تقفل طول او العكس، ماكو كل اشكال. تطلع طبعا هنا ماكو يعني صافية حتى تبقى نفس النعومة، تصير ناعمة وتنغسل بمي طبيعي. هاي المعلومات ان شاء الله فدتكم بيها، ولا تنسون تترحمون الوالدين.